السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ أنا امبارح كنت عايز أطلع بصراحة بعد ماتش ليدز وليفربول ولكن ما طلعتش. لإني كان دمي محروق وكنت لو طلعت كنت يعني هاغلط في أرني سلوت أكتر ما أنا مش طايقه، يعني الموضوع خلاص وصل لمرحلة إن أنا قبل كده قُلت إن الراجل ده يا جماعة راجل فاشل. وأكتر من فيديو أنا اتكلمت فيه على إن قد إيه هو فاشل، وقد إيه إن هو لا يصلح إن هو يكمّل مدرب لليفربول، وإن الإنجاز اللي حققه السنة اللي فاتت كان بالفريق اللي سابه ليفربول كان الفريق اللي سابه يورجن كلوب من ليفربول للمدرب الجديد أرني سلوت علشان يكمّل بنفس طريقة اللعب واللعيبة اللي فاهمة بعض، المراكز كل واحد عارف مركزه فين، ونفس ال11 لاعب اللي كانوا بيلعبوا من تحت قيادة يورجن كلوب هم نفس اللعيبة اللي كانت بتلعب السنة اللي فاتت مع أرني سلوت بنفس الطريقة إلى حدٍ ما، مع إن الريتم أبطأ شوية، ولكن قدر إن ليفربول يبقى هو المسيطر ويقدر يكسب الدوري، كمان في وجود هيتينجا المساعد بتاعه اللي كانت علاقته ممتازة جدًا باللعيبة، واللي كان حلقة الوصل ما بينه وما بين المدرب واللعيبة، واللي كان قادر ينقل أفكاره كمان للعيبة، وشُفنا السنة دي لمّا هيتينجا مشي راح درّب أياكس، المستوى السيء اللي بدأ يحصل أرني سلوت. هتقول لي ما هو هيدينجا اتقال من أياكس it's okay. هو قيل يعني تم إقالته من أياكس فعلًا، ولكن الراجل ده كان مساعد ممتاز جدًا، زي ما كان بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب كان ممتاز، وبعد كده لمّا خد تجربته إن هو يبقى مدرب في سالزبورج تم إقالته. في مدربين بتنفع إن هي تكون مساعد مدرب محترم جدًا وممتاز جدًا، وما ينفعش يبقى الرجل الأول. طبعًا كل الناس شافت الحوار بتاع محمد صلاح امبارح بعد المباراة في الميك زون المنطقة المختلطة بالصحفيين، والكلام اللي قاله على إن هو شايف إن في حد عايز يشيّله الليلة يعني بمعنى أصح، وإن هو عمل كتير للنادي وعنده حق بكل كلمة قالها بصراحة، وده إحنا اللي شايفينه. هو الراجل قعدوا 3 ماتشات متتالية، لا الأداء اتحسن ولا أنت كسبت ماتشات ولا أنت بتقدّم أي ولكن محمد صلاح ما بيتكلمش غير لمّا يكون هو عارف هيقول إيه، وخلاص واصل لمرحلة إن هو من حقه إن هو يدافع عن نفسه. في خلال الفترة اللي فاتت كلام كتير من جيمي كارجر عليه في الإعلام، كلام كتير من الصحفيين، كل واحد عمّال بيطلع ويقطّع في محمد صلاح زي ما يكون هو المشكلة، هو المشكلة في الset pieces، هو المشكلة في الكرات الثابتة. طب هو مش في مدرب كرات ثابتة؟ لا أنت بتستغل الكرات الثابتة من مدرب الكرات الثابتة كإن أنت تسجّلها أهداف، ولا أنت بتمنع إن أنت تستقبل كرات ثابتة، ولكن أنت بالعكس أنت ما بتسجّلش من الكرات الثابتة وبيدخل فيك كرات ثابتة، يبقى إذًا المشكلة في خلل في التدريب، خلل في المنظومة، خلل في الtactics اللي محطوطة سواء من المدرب أو من مدرب الكرات الثابتة. ومنذ قليل وده السبب اللي أنا طالع أعمل فيه الفيديو، إن محمد صلاح مشي من التدريب بتاع ليفربول بعد انتهاء التدريب طبعًا، مش يعني ما قطعش التدريب ومشي لأ، مشي بعد انتهاء التدريب، وفي اجتماع طارئ مع أرني سلوت وجهازه، بيُقال إن هو بيفكر إن هو يتم استبعاده تمامًا من مباراة إنتر ميلان، يعني محمد صلاح ما يسافرش مع الفريق لميلانو وما يبقاش معاهم من ضمن الsquad أو الفريق، مش بس ما يبقاش على الدكة، لأ ما يسافرش معاهم أصلًا. وحصل كلام إن اللعيبة الseniors زي روبرتسون، زي فيرجيل فان دايك، زي أليسون، لعيبة تانية كتير منهم دومينيك سوبوسلاي، منهم كييزا، منهم إندو، منهم ماكاليستر، كل اللعيبة دي واقفين في صف محمد صلاح، وأبدوا استيائهم من تصرفات أرني سلوت ومن مشاكله في التعامل وإدارة الماتشات وإدارة الtactics وتغييره للtactics كتير، وإن هو بيطلب حاجات أكتر من حاجة في نفس الوقت، ودي ملخبطة الفريق وملخبطة اللعيبة وواقفين في صف محمد صلاح. وده مهم جدًا اللي أنا باقوله ده، إن اللعيبة دي واقفين في صف محمد صلاح، معنى كده وده اللي إحنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، إن الراجل ده فقد أوضة اللبس أصلًا من فترة، واللعيبة كمان الكبيرة اللي كانت ممكن تقف في ضهره زي فان دايك وروبرتسون وأليسون وصلاح وإندو وماكاليستر وسوبوسلاي وكييزا وكوناتي واللعيبة اللعيبة اللي اتبنى عليها بالذات ال4 الأولانيين صلاح وفان دايك وروبرتسون وأليسون اللي اتبنى عليهم حقبة يورجن كلوب واللي اتبنت عليها إنجازات ليفربول، كل ده أنت خسرته كمدرب، وهُم دلوقتي واقفين مع زميلهم
اللي عِشرة عُمر واللي هم الصراحة حققوا مع بعض كلّهم إنجازات كبيرة، واللي علاقتهم أكبر من إن هم زُملا، ده في كمان علاقة صداقة وعلاقة إن العائلات تعرف بعض وولادهم أصحاب بعض، فإذًا أنت دخلت في حيطة سد، وده اللي حصل دلوقتي إن اللعيبة واقفة مع محمد صلاح، وده انشقاق جوّه أوضة اللبس، وما أعتقدش إن الإدارة تقدر تثق في أرني سلوت أكتر من كده، بما إنه فقد كمان أوضة اللبس، يبقى إذًا اللعيبة مش هتقدر إن هي تدافع عن التيشيرت وتلعب لصالح ليفربول علشان خاطر تقعّد أرني سلوت، لأ بالعكس، ده هيبقى في مشكلة إن هم دلوقتي مش عايزين أرني سلوت. فأعتقد خلال هذه المباحثات وخلال الفترة دي، غالبًا ممكن على آخر اليوم النهارده بالليل أو بُكرة أو بعده نلاقي إقالة أرني سلوت، ولو أرني سلوت كمّل هيبقى غالبًا لأسبوع أو 10 أيام، هيكون فيهم محمد صلاح سافر وراح مع منتخب مصر عشان كأس الأمم الأفريقية. دايمًا كانت مشكلة كل المدربين الهولنديين، إيريك تين هاج مع كريستيانو رونالدو، قبل كده لويس فان خال مع آمم ريكيلمي، مع ريكيلمي، واللقطة الشهيرة بتاعة كريستيانو بتاعة ميسي لمّا عمل له كده في كأس العالم لمّا كان بيدرّب هولندا، ومشاكل المدربين الهولنديين مع اللعيبة غير الهولنديين. في مشكلة مع المدرب مع الcommunication مع اللعيبة، وأعتقد أيام أرن سلوت أصبحت معدودة جدًا، ممكن يتم إقالة أرن سلوت، وممكن كمان محمد صلاح ما يكمّلش في ليفربول، ما عنديش معلومة كاملة، ولكن اللي عندي معلومة كاملة إن اللاعبين الsenior أو أغلب اللاعبين واقفين في صف محمد صلاح ضد أرني سلوت. هنشوف الأيام الجاية هيحصل فيها إيه، فربنا يكرم إن شاء الله ونخلص من القرع ده، وبإذن الله محمد صلاح يكمّل في ليفربول. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وتقول لنا رأيك في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.